ركلات الحظ الترجيحية. منتخبنا البحريني بطلا لكأس الخليج للشباب في نسختها 11. سؤال ستجاوب عليه ركلات الحظ الترجيحية. صلاح اليحيائي على تنفيذ أول ركلة ترجيحية لصالح منتخبنا الوطني. لاحظوا الفوارق بين حارسي المرمى من خلال البنية الجسمانية، لكنها بإذن الله تعالى ستكون فوارق غير مهمة بالنسبة لنا، فنحن بالرجال، نحن بالأبطال، نحن إذا كنا نريد أن نصنع ونكتب التاريخ فيجب أن ننقش ذلك بالذهب. صلاح اليحيائي على تنفيذ أول ركلة ترجيحية لصالح منتخبنا الوطني، نجح أمام الأخضر السعودي. الآن مع الحارس يوسف حبيب. صلاح اليحيائي ويوسف حبيب، والركلة الترجيحية الأولى لمصلحة منتخبنا الوطني. صلاح ويوسف. يتقدم صلاح الآن لكي يسجل بإذن الله. صلاح، الله، ركلة ترجيحية في المرمى من صلاح اليحيائي، ركلة أولى ناجحة لمصلحة منتخبنا الوطني بطريقة الكبار، وضعها لكي يضع منتخبنا الوطني الآن في المقدمة مع ركلات الحظ الترجيحية. الآن جاء الدور لاعب المنتخب البحريني، اللاعب صاحب القميص رقم 9 طلال علي، البديل في شوط المباراة الثاني. الرشيدي تألق كثيرا، الرشيدي صعدنا للنهائي بفضل تصدياته. الرشيدي ضاعت على الأحمر البحريني. أول ركلة ترجيحية ضاعت على البحرين من طلال علي إلى خارج أرضية الملعب. فلتبتسمي لنا يا دوحة الخير، فلتبتسمي لنا، ما زال في عمر المباراة بقية. الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى المدرجات لكي تعطي الأمل للأحمر من أجل الفوز باللقب الأول في فئة الشباب. الآن بخيت فاضل على تنفيذ الركلة الترجيحية الثانية. مهم نسجل يا بخيت، نسجل. بخيت فاضل يسجل ركلة ترجيحية ثانية لمنتخبنا الوطني، وضعها في المكان السليم. نعم، لو راح لها كان ممكن يتصدى، لكن هي ركلات حظ، ونحن نحتاج الحظ طالما أنها وصلت إلى ضربات الحظ. سجلها بخيت فاضل. العلم العماني، ما أروع هذه اللقطة، ما أجمل هذه اللوحة، ما أجمل علم السلطنة وهو يرفرف في استاد جاسم بن حمد في نادي السد. الآن الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب البحريني، للبحرين الآن ناجحة، سجلها محمد حردان، الركلة الترجيحية الناجحة الأولى للمنتخب البحريني. عمار راح في زاوية والكرة راحت في زاوية أخرى. الآن اللاعب البديل أحمد جميل. نبي لوحة جميلة يا أحمد جميل، وركلة ترجيحية ثالثة في الجول في المرمى، يسجلها بالروعة، بالإبداع، بالتركيز، بالنظرة في المرمى من جانب أحمد جميل بكل ثقة، وضعها على يمين الحارس. 3 ركلات ترجيحية ناجحة لمنتخبنا الوطني، بينما هذه ثالث ركلة ترجيحية. خلف الكرة هو علي حسن
عمار، نبي وحدة يا عمار، نبي وحدة يا عمار. يا الله، كان ممكن عمار، وعمار كان في الموعد، وعمار يسمع كلامنا ويسمع أمنياتنا ويسمع دعواتنا، لكن الكرة راحت في المرمى كركلة ترجيحية ناجحة للمنتخب البحريني. يا الله لو شالها، معلش احنا ما زلنا في المقدمة، احنا ما زلنا متقدمين. والآن العوادي من سجل هدف التعادل. يا عوادي خليها تكمل يا طلال، يا طلال بكل الدلال. العوادي على تنفيذ الركلة الترجيحية الرابعة، نسجلها راح نضع المنتخب البحريني في ضغط كبير جدا. طلال العوادي، لا أتمنى إيقاف تنفيذ هذه الكرة يأثر على تركيز طلال. برافو طلال، راح للكرة مرة ثانية حتى يستعيد حاسيته. طلال إن شاء الله ما تأثر، إن شاء الله ما تأثر. طلال الرابعة لمنتخبنا الآن. يوسف حبيب يركز، وطلال في المرمى على الرابعة صح، ومنتخبنا صح. نجح طلال لكي يسجل الركلة الترجيحية الرابعة لمنتخبنا الوطني. 4-2. لو ضاعت على المنتخب البحريني يعني يا أحمرنا أنت البطل، يعني يا أحمرنا نبي راسها، نبي راسها. الآن لاعب المنتخب البحريني وفي المرمى، في المرمى. إذن ركلة ترجيحية ناجحة للمنتخب البحريني. 4-3. 4-3. جاء الدور لركلة المباراة، جاء الدور لركلة الكاس، جاء الدور لكي نرفع الرايات، جاء الدور يا عمران الحيدي. عمران كرة أخيرة لو سجلناها المنتخب البحريني ما راح يكون بحاجة إلى الركلة الخامسة. نسجلها نسجلها نسجلها. نحن الأبطال، نحن رجال الخليج، أحمر الشباب على خطى الناشئين. اي والله جابوها، اي والله جابوا راسها. منتخبنا بطلا للخليج.